لو دخلك كله جاي من تعبك يبقى عندك مشكلة، لأن الأغنياء ما بيشتغلوش أكتر منك، هما بس خلوا الفلوس تشتغل بدلهم. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. احنا اتفقنا قبل كده اننا بنحوش 10%، بس في سؤال مهم قوي: هتفضل الفلوس نايمة في الدرج؟ بص، الفلوس اللي مش بتتحرك بتضعف. في كتابنا أغنى رجل في بابل، أركاد كان بيقول قاعدة بسيطة جدا: كل قطعة ذهب بتلت قطعة أخرى. يعني فلوسك لازم تجيب فلوس، وده اسمه الاستثمار. وأول غلطة الناس بتقع فيها إن أول ما تجمع شوية فلوس تجري ورا فرصة سريعة، مكسب سريع، وعد بأرباح ضخم، واحد صاحبك قالك على مشروع مضمون، وفي الآخر الفلوس هتروح. أركاد كان دايما بيقول: استشير أصحاب الخبرة. ما تحطش فلوسك في حاجة انت مش فاهم فيها أصلا، ولا فاهم هي بتكسب ازاي. أخطر حاجة في الاستثمار مش العائد العالي، لكن الاستمرارية. لما تسيب فلوسك تكبر وتعيد استثمار الأرباح بيحصل شيء اسمه الفايدة المركبة، وده السر اللي بيخلي الثروة تكبر أسرع مما تتخيل. مش محتاج مبلغ كبير على فكرة، محتاج وقت وانضباط. مش لازم تكون مليونير عشان تبدأ، ممكن تبدأ بحاجات بسيطة جدا، وهديك أمثلة لده: شهادة ادخار أو حساب بعائد من بنوك زي البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، صندوق استثمار بيديروا متخصصين بدالة، أو حتى اشتري جنيه دهب أو سبيكة صغيرة كل فترة. استغلال جمعية شهرية وتحويلها الأصل يجيب دخل بأي شكل، قناة يوتيوب أو كتاب إلكتروني أو كورس أونلاين، محتوى بيتعمل مرة ويكسبك أكتر من مرة. اشتري منتج بالجملة وبيعه أونلاين من البيت. المهم الفلوس تتحول من مصاريف لأصول. طيب، أبدأ إزاي عملياً؟ ابدأ بمبلغ صغير قوي، استثمر في حاجة أنت فاهم فيها أساساً، ما اضطرتش المكسب السريع، خلي فيه نظام شهري ثابت. الأهم من ده، خلي فلوسك تشتغل حتى وانت نايم. وقبل ما أقفل الحلقة بتاعتنا، عايزاك تسأل نفسك سؤال بسيط جدا: هل فلوسي بتكبر ولا أنا بس اللي بتعب؟ لو كل دخلك مرتبط بوقتك يبقى لازم تعمل نقل. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن أهم مهارة لزيادة دخلك على طريقة بابل القديمة قبل ما تفكر تستثمر أصلا. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.